تخيل نفسك جوه حلم وانت ماشي في طريق طويل جوه وادي كبير بيجري فيه نهر صافي جوه غابة خضراء حواليها جبال وشلالات. وما تنساش الضباب علشان يبدأ السحر. هتحس بالظبط كأنك ماشي جوه لوحة فنية مرسومة بالزيت، ألوانها جميلة جدا ومبهجة جدا. الوادي ده مش مجرد حلم، ده وادي التندر التركي المشهور بجماله الطبيعي الفريد. ده غير بقى انه مليان بأماكن التصوير الجميلة واللي بتخلق صور ما تتنسيش لذكريات العمر. من أهم أسباب شهرة الوادي ده هو إنه موجود فيه التحفة المعمارية التاريخية دير سوميلا، واللي بيعتبر من أشهر المعالم السياحية في طرابزون التركية، واللي هيرجعك بالزمن لورا 1600 سنة تقريباً، تحديداً لسنة 386 ميلادية، وقت ما لقى 2 من الرهبان اليونانيين رسمة جدارية للسيدة مريم العذراء. وقتها قرروا إنهم يبنوا دير في نفس المكان تخليداً لذكراها. بنوا دير سوميلا في حضن الجبل على ارتفاع 1200 متر، واللي بيخلي المنظر هناك صعب وصف جماله، لأنك بتحس إنك فعلاً قريب من السماء، وفي نفس الوقت شايف كل الوادي حواليك من فوق، واللي طبعاً بتوصله بسهولة بسبب توفير السلطات التركية لكتير من وسائل النقل هناك في المكان. القلعة نفسها تحفة معمارية من 5 أدوار، واللي خدت شكلها الحالي من القرن ال13 الميلادي. سوميلا بتتميز بلونها الأحمر والأبيض، واللي بيخلوها مميزة للعين وسط كل الجمال اللي حواليها. اتطورت سوميلا بمرور الزمن وبقت قلعة كبيرة فيها حوالي 75 غرفة، ده غير طبعا قاعات للضيوف والطلبة والمطابخ والمكتبة، ده غير طبعا عين المية الباردة واللي بتطلع من جوه الجبل بشكل جميل جدا وفريد جدا. وانت ماشي بقى جوه الدير هتلاقيه مليان رسومات جدارية واللي بتمثل مشاهد من الكتاب المقدس، وانت بتشوفها عينك هتستمتع بجمال ألوانها ودقة رسمها، ده غير طبعا قيمتها الدينية والتاريخية الغنية عن التعريف. بيعتبر دير سوميلا والوادي ككل من أشهر أماكن الجذب السياحي التركي بسبب الهدوء اللي فيه ومناظر البانوراما الطبيعية، واللي طبعا بتخلق خلفيات مذهلة للتصوير سواء كمناظر طبيعية أو مع قلعة سوميلا نفسها. سوميلا قلعة الخيال والسحر.